أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات الجديد. الترتيب الجديد شهد خسارة الأرجنتين للصدارة لصالح إسبانيا واقتراب المغرب من مركز تاريخي. لأول مرة منذ عقد من الزمن إسبانيا تعود إلى العرش الكروي العالمي في تصنيفه الجديد. لاروخا يزيح الأرجنتين عن القمة، التانجو يتراجع، يهتز اللحن، يسقط للمركز الثالث بعد صفعة الإكوادور الأخيرة. فرنسا تقتنص اللحظة، تسرع الخطى وتصعد إلى الوصافة. أما البرازيل سيدة النجوم الخمس فتتقهقر، خسارة أمام بوليفيا نتيجتها المرتبة السادسة. البرتغال برازيل أوروبا تعلن حضورها في المركز الخامس، بينما الماكينات الألمانية تصدأ وتتوقف، فتجد نفسها خارج قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ 2024. سلوفاكيا تخطف الأضواء، قفزة ب10 مراتب، وكندا تكتب التاريخ، أفضل مركز لها على الإطلاق 26. عربيا أسود الأطلس يزأرون، كتيبة وليد الركراكي تقترب من إنجازها الأجمل، مرتبة واحدة تفصلها عن المركز العاشر، ذاك المجد الذي عانقوه عشية مونديال 98. الفراعنة خطوة إلى الوراء في المركز 35. محارب الصحراء يتراجعون إلى 38. نصور قرطاج يحلقون 3 مراتب ويصلون إلى 46. 3 منتخبات ثابتة: قطر 53، العراق 58، السعودية 59، الأردن يتقدم إلى 62، الإمارات تتراجع إلى 67، عمان 78، البحرين 88، وليبيا تتقدم إلى 12 بعد 100. لكن التراجعات تضرب أيضا: سوريا في 92، فلسطين في 99، لبنان في 113، السودان في 116. الصدارة إسبانية، الوصافة فرنسية، وأوروبا تعود لتمسك بزمام القوة الكروية من جديد. نرحب الآن بمراسلنا في القاهرة عمرو فهمي. عمرو، أهلا بك معنا. أريد أن تكون مداخلتك الأولى لقراءة هذا، لنقل التزاحم أو الازدحام الشديد أو الصراع في المراكز العشر الأولى الخاصة بالمنتخبات القوية جدا. إسبانيا أخذت المركز الأول، أرجنتين التي كانت في صدارة بطلة العالم إلى المركز الثالث، فرنسا مركز ثاني، الأرجنتين والبرازيل فقد مركزين، البرازيل كانت خامسة أصبحت سادسة، الأرجنتين كما ذكرت ثالثة. هناك صعود أيضا للقوة الأوروبية الكبيرة، لنقل البرتغال أيضا. المنتخب الإنجليزي حافظ على مكانه، وكأن هناك صراع داخل الصراع الكبير لنقل بين الأوروبيين وبين أمريكا الجنوبية، ولكن هذه المرة الجولة ربحت لمصلحة الأوروبيين. مرحبا بك يوسف وبجمال وبالكابتن سمير. في الواقع نعم، هي يعني قراءة ممتازة ما قدمتها أنت إلى تصنيف العشر الأوائل، وهذه حركة لعبة الكراسي الموسيقية بين قوسين، تبادل الأدوار. يلفت طبعا النظر وجود بعض المنتخبات أو القوى التقليدية خارج قائمة العشر الأوائل، تحديدا ألمانيا الآن في المركز الثاني عشر بعد الخسارة الكبيرة أمام سلوفاكيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال. لكن الملفت يوسف حتى الآن أن القتال على المراكز الأولى لم يعد كما كان في السابق، والسبب هو قرعة كأس العالم، لأنها في الأفق المنظور. نحن نتحدث عن قرعة كأس العالم ستكون في 5 ديسمبر المقبل في ظل النظام الجديد الذي سيجعل البطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. لدينا 16 مجموعة، هذا عدد كبير جدا صحيح. 3 مجموعات ستكون على رؤوسها الدول الثلاث المستضيفة: كندا، الولايات المتحدة، المكسيك، ولكن 13 مجموعة أخرى سيوزع عليها 13 منتخبا على رؤوسها، وبالتالي ليس هو النظام القديم. كنا نتحدث عن 8 مجموعات، واحدة منهن تذهب إلى الدولة المستضيفة مثل ما كان الحال في قطر أو في روسيا أو في البرازيل في المونديالات الثلاثة الأخيرة، وبالتالي كان القتال على المراكز السبعة الأولى في تصنيف الفيفا. الآن لديك 13 مركزا، وبالتالي
هناك فسحة كبيرة تسمح، لا أقول بالتراخي، ولكن ربما بعدم الجدية القصوى التي كان عليها الوضع مقارنة بمونديالات سابقة. وبالتالي تبدو المنتخبات حتى التي تراجعت نوعا ما في تصنيف العشر الأوائل مثل الأرجنتين التي خسرت صدارة التصنيف، مثل البرازيل حتى بعد خسارتها في بوليفيا، هي في النهاية مطمئنة لأنها ستكون على رأس مجموعة في حينما تسحب قرعة المونديال في 5 ديسمبر المقبل. وبالتالي توسعة المونديال نوعا ما أثرت على مسألة المنافسة أو القتال المحموم الذي كان يجري من قبل على عملية التصنيف. لكن هذا لا يعني في ذات الوقت أن لا أنصر، يعني المنتخب المغربي على الأرجح سيكون على رأس مجموعة، والآن في التصنيف 11 عالميا، وبالتالي لديه فرصة كبيرة جدا كي يكون على رأس مجموعة في تصفيات المونديال، خصوصا وأن كأس إفريقيا ستنطلق بعدما تكون سحبت قرعة المونديال. وبالتالي صحيح. نحن نتحدث بالأحرى عن المباراتين المتبقيتين لأسود الأطلس أو الجولتين المتبقيتين حتى لأسود الأطلس تصفيات المونديال، وبالتالي لن تتغير النتائج كثيرا قبل هذا. طبعا هناك مباريات ودية في شهر نوفمبر تحديدا في هذه الأجندة، ربما سيكون الأمر متعلقا يعني بالوزن النسبي للخصوم الذين سيواجههم المغرب أو أي منتخب آخر في نفس هذه الوضعية. لكن في النهاية حتى قرعة نهائيات كأس إفريقيا سحبت منذ وقت مبكر عدد رؤوس المجموعات، وبالتالي القتال ليس محموما، وإن كنت لا أحب استخدام لفظ القتال في الحديث عن الرياضة، ولكن نقول الصراع ليس محموما على التصنيف كما كان في السابق، خصوصا في فترة ما قبل قرعة المونديال. طيب، أنت فتحت لي مجال أنا سأمضي فيه الحديث عن المنتخبات العربية. نبدأ بأفريقيا. ذكر عمرو كابتن سمير المنتخب المغربي المركز 11، هو يريد أن يعادل على الأقل في النافذة المقبلة أفضل تصنيف له وهو العاشر، كان عام 1998. مغرب 11 ربح مركزا، مصر 35 خسر المنتخب المصري مركزا، الجزائر 38 خسرت مركزين، لنقل تونس المركز 46 وربحت 3 مراكز. ما رأيك في هذا الصعود والنزول، ولو نزول بسيط بالنسبة لهذه المنتخبات التي تتحضر لحسم بطائق المؤهلة للمونديال؟ صحيح المغرب وتونس تأهل المونديال، ولكن الجزائر ومصر كذلك يجب أن تعمل ما هو أكثر حتى تتأهل، وإن كانت باتت قريبة جدا من المرور إلى كأس العالم. طبعا أولا ألف مبروك للمنتخب المغربي والمنتخب التونسي بما بيقدموه من أداء ونتائج ممتازة والصعود لكأس العالم. ثانيا الصعود والهبوط ده موجود، يعني أنا على سبيل المثال احنا كنا لسه بنتكلم قبل الحلقة، المنتخب المصري في 2010 كان المركز التاسع على مستوى العالم بعد بطولة القارات اللي عملوها بشكل جيد، وكان من الممكن يروحوا في مراكز أفضل كمان من التاسع لولا الحظ، وإحنا شفنا النتيجة مع منتخب البرازيل قاب قوسين أو أدنى كنا نطلع بنقطة المباراة. ولكن المنتخبات هيظل صعود وهبوط، لأن أنت عندك مباريات مؤهلة لكأس العالم، وإحنا نعرف في معايير، والمعايير دي محطوطة من سنة 1992 وحصل فيها تغيرات نسبية إلى 2018، ومن بعد 2018 حصل النظام الجديد اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ولكن الصعود والهبوط سنأتي للنظام لأنه عندنا تقرير خاص بهذا النظام. طيب الآن أنا بس هضيف لك حاجة بسيطة كابتن. النتائج هي اللي بتتحكم في الهبوط والصعود، في اللي انت تطلع المراكز او تنزل مراكز. طيب ما رايك نتابع تقرير وخاص عن هذا النظام؟ وسنتحدث اكيد اكثر. اذا مشاهدينا، مع صدور التصنيف الدوري الشهري منتخبات كرة القدم للرجال يتكرر التساؤل حول آلية احتساب النقاط، والتي سرعان ما يمل منها من لا ميل له تجاه العمليات الحسابية مثلي. المزيد عن هذه الآلية المعقدة في سياق هذا. في ديسمبر من العام 1992 بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم إصدار تصنيف شهري للمنتخبات الذين بلغ عددهم حتى الآن 212 منتخباً تنضوي تحت راية الفيفا. لكن مع السعي الحثيث لتطوير آلية احتساب النقاط وبعد عامين من التجارب والأبحاث، تقرر عقب نهاية كأس العالم 2018 في روسيا اعتماد طريقة جمع كمية جديدة. النهج المتبع منذ 7 سنوات يقوم على 4 عوامل: أولها القوة النسبية لطرفي أي مباراة تجرى ضمن أجندة الفيفا بما فيها الوديات، وثانيها أهمية المباراة تبعاً للمسابقة التي تجرى فيها وأي دور منها،
أما العامل الثالث فيرتكز على النتيجة المسجلة، فيما ينظر أخيراً إلى النتيجة المتوقعة قبل لعب المباراة، انطلاقاً من الفرضية المنطقية القائلة بأن المنتخبات ذات التصنيف الأعلى ينتظر منها أن تحقق نتائج أفضل ممن يأتي متأخراً عنها في التصنيف. ولاحتساب نقاط التصنيف الشهري يتبع الفيفا معادلة تقول إن النقاط الممنوحة تساوي نقاط تصنيف الشهر السابق مجموعة على عامل الأهمية الذي يضرب في حاصل طرح النتيجة المتوقعة من النتيجة الفعلية، وهو ما يعني أن منتخباً يحتل مركزاً متأخراً في التصنيف عن خصمه المهزوم خلال لقائهما في مسابقة رسمية سيحصل على نقاط أعلى مما كان سيناله في حالة مباراة ودية. أما لو انعكست الفرضية وفاز الطرف ذو التصنيف الأعلى فإنه سيحصد نقاطاً أقل نظراً لسيره مع التوقعات. النظام المتبع يعني ببساطة أن المنتخبات التي تؤدي أفضل من غيرها في المباريات الأكثر أهمية تحصل على نقاط أعلى مع وضع عوامل وسيطة في الاعتبار، وهو ما يصب في النهاية لصالح كل منتخب يزيد رصيده من النقاط من خلال رفع تصنيفه عند إجراء قرعة لبطولة قارية أو دولية أو حتى في مرحلة التصفيات. هذا النظام يحيلنا لأنه فقدان المركز بات سهلا جدا، بما أنه فارق النقاط بين المنتخبات هو بسيط جدا. ذكرنا بأنه إسبانيا 1875 نقطة، في المركز الثاني فرنسا 1870 نقطة. وإذا لاحظنا على الأقل إلى المركز الخامس عشر يا كابتن هناك فرق يعني موازي، 5 نقاط 10 نقاط 6 نقاط. هذا يعني بأنه فقدان المركز سهل جدا، سهل جدا جدا، حتى حتى في تعادل في مباراة كبيرة. فعلا اتفق معاك. وانت لو لاحظت بين الارجنتين وبين فرنسا هتلاقي 1870.92 1870 حاجه و30. فهتلاقي حاجات بسيطه جدا، ولكن احنا ممكن نبسط الموضوع شويه. الموضوع كان قسمين، قسم بدا 1992 وبدا بالحسابات العاديه اللي انت تكسب تاخد 3 نقاط وتتعادل تاخد نقطه، تخسر 0. قعد النظام ده بتطور بسيط من 1992 إلى 2018 بتعديل نسبي، ولكن الطفرة جت بعد نظام اللي احنا قلنا عليه الELO، اللي هو حصل نقاط محددة. أولا النقاط المباراة، في فرق بين مباراة الأوروزنامة، مباراة ودية ومباراة داخل الأوروزنامة. المباراة الودية أنت بتحصل على 5 نقاط، المباراة الودية داخل الأوروزنامة بتحصل على الضعف 10 نقاط. في مباريات في التصفيات القارية دي بتساوي 15 نقطة. المباراة النهائيات في القارات بتاخد 25 نقطة. تيجي للتصفيات كأس العالم أنت بتبدأ ب25، ومن ثم في من أدوار اللي أنت من الدور الأول والثاني بتحصل على 50 نقطة. بعد الربع النهائي أنت بتحصل على حوالي 60 نقطة. والنقاط دي طبعا بتعمل طفرة في الترتيب في التصنيف. المغرب تقدم على المنتخب الألماني، تجد أنه القوى الكبيرة موجودة، القوى الصاعدة موجودة، ولكن ألمانيا تقريبا الوحيدة بين القوى الكبيرة لنقل التي تقهقرت في التصنيف الأخير. صحيح، أعتقد بأن الترتيب بشكله الحالي يعبر بشكل وفي إن صح التعبير على مركز كل فريق في الترتيب، يعكس تماما أداءه فوق الملعب ونتائجه. وبالتالي ألمانيا في الفترة الأخيرة منذ كأس العالم 2018 بدأ التقهقر. يعني صحيح. في كأس العالم 2014 توجت بكأس العالم، بينما 2018 خرجت باكرا، ثم في 2022 نفس الشيء، وبعدها أيضا لاحظنا حتى أن الجميع أصبح بإمكانه أن ينافس ألمانيا. وبالتالي الأرقام التي هي الآن في هذا الترتيب تعكس بصدق ما تقدمه ألمانيا. 2018 بدأ التقهقر، يعني صحيح. في كأس العالم 2014 توجت بكأس العالم، بينما 2018 خرجت باكرا، ثم في 2022 نفس الشيء، وبعدها أيضا لاحظنا حتى أن الجميع أصبح بإمكانه أن ينافس ألمانيا. وبالتالي الأرقام التي هي الآن في هذا الترتيب تعكس بصدق ما تقدمه ألمانيا.
وفي نفس الوقت يمكن أن نقول مثلا المنتخب المغربي الذي حتى وإن كان يلعب في إفريقيا وينافس ضد منتخبات لا تعطيه النقاط التي تعطى للمنتخبات الأوروبية والتي تلعب ضد منتخبات أوروبية هي أعلى في الترتيب، لكن نتائجه في كأس العالم والمثابرة حتى على الصعيد الإفريقي أعطته المركز 11. ولا شك بأنه الآن مع كأس العالم هي فرصة بالنسبة للمنتخبات الإفريقية، سواء المغرب سواء السنغال أيضا القريب أيضا في الترتيب، والذي كان هو أيضا ترتيبه جيدا ولا زال باقي دائما جيدا، ثم المنتخب المصري والمنتخب الجزائري كلها يمكن بدرجة أقل المنتخب الجزائري، لكن أتمنى أن يعود هو الآخر. طيب. هذه المنتخبات كلها يمكنها أن تغتنم خصوصا الأدوار الأولى من كأس العالم، حتى إن لعبت ضد فرق صغيرة لا تعطي نقاط كثيرة، لكن المنافسة تعطي نقاطا كثيرة، وبالتالي إن كان التفكير على الترتيب في ترتيب الفيفا فلا شك بأنها فرصة لاغتنام النقاط. أما إذا كان التفكير في المضي بعيدا في كأس العالم فلا شك بأن المنتخبات العربية التي تفكر في ذلك والتي تحقق ذلك ستضرب عصفورين بحجر واحد، أي المضي بعيدا في كأس العالم واغتنام عدد كبير من النقاط. طيب، إلى عمرو فهمي. عمرو، يعني بعد تقريرك لربما النموذج الكبير الصارخ لسلوفاكيا أكثر. تحدثنا عن عرب أفريقيا، الآن عرب آسيا. نحن الآن في 8 من أكتوبر على موعد مع ملحق سيكون شديد التنفس لكأس العالم. نقول قطر مع عمان والإمارات في مجموعة ستقام فعاليتها هنا في دولة قطر، السعودية مع العراق واندونيسيا في مجموعة ستقام فعاليتها في السعودية. كابتن، قطر هي الأولى لنقل في العرب الآسيويين، مركز 53، بعد ذلك العراق 58، السعودية 59، الأردن 62، وقد كسب المنتخب الأردني مركزين، الإمارات 67، عمان 78، البحرين 88. هذا التصنيف لربما سنفهم الآلية من خلال هذا التنافس الذي سيكون شهر أكتوبر المقبل، وأي فوز يعني كسب المزيد من النقاط مع منتخبات قريبة لك في التصنيف يا كابتن. أكيد، وإحنا شرحناه اللي المكسب بيخليك تطلع وتبعد في المنافسة.